عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض ايه؟ الفسكسي او المبروم، على حسب بقى انتوا بتقولوا عليه ايه. بس احنا عندنا بنقول عليه مبروم. كل واحد يقول لي تحت في التعليقات بيقول عليه ايه. ومش انا اللي كنت بعمل، عشان انا مش بعرف اعمل. تمام، فاختي هي اللي كانت بتعمل الفيديو ده وانا اللي كنت بصور. هي دايما هي اللي كانت بتصورني وانا اللي كنت بعمل، بس المره دي بقى انا اللي هصور وهي اللي هتعمل. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا الشعور بكل الفيديوهات الجديده. وما تنسوش تتقوا في الاول تنزلوا تصلوا على النبي في التعليقات على افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا ندخل في الفيديو على طول عشان ما نطولش عليكم. هنا بقى كده معايا كيلو دقيق، ودي معلقه ملح صغيره. تمام. ومعايا معلقه خميره فوريه على مج ميه او كوبايه ميه كبيره يعني. تمام بالشكل ده اهو. ففضلنا نقلب فيها شويه يعني لحد ما تغلي. وهنبدا تنزلي واحده واحده يعني. هنا اختي زي ما قلت لكم، اختي هي اللي كانت بتعمل اول مره تعمله برضو. فايه كده ماما كانت هي بتحط لها الميه اللي فيها الخميره وبتقلب واحده واحده. تمام، يعني اللي هو ايه، عارفين الرمله المبلوله؟ هو يبقى عامل زيها كده شويه يعني. تمام، او اللي هو يتلم حاجه بسيطه كده. تمام، وتفضل تقلب كده، مش عجن، تقليب بس كده من فوق. تمام. هو احنا عندنا بنقول عليه مبروم. تمام. وفي ناس بتقول عليه فسكسي تقريبا. فكل واحد يقول لي هو انا قلتها صح ولا غلط، وقولوا لي بتقولوا عليه ايه عندكم. احنا عندنا في بلدنا بنقول عليه مبروم. تمام بالشكل ده. وهتفضل تقلب كده لحد برضو ما هتخلص ايه كوبايه الميه اللي معايا كلها. وتلاقي ان ما فيش دقيق بقى اللي هو كله ايه زي يعني عمل كتل كده في بعض. تمام. هنا بقى وهتفضل تعمله كده بالشكل ده عشان برضو كله ايه يختلط في بعضه كده. وانا كان نفسي اجرب بصراحة. ماشي، بعد ما لقيت اللي هو سهل كده. بس كنت لسه جايه بقى من الامتحان ومش فايقه اللي هو انا اصور. اللي هو ايه، هصور بس مش هعمل انا، اعمله انتوا وانا هصور. مش لسه جايه من الامتحان ونعمله اكل وكده. والحمد لله يعني اخر يوم يوم الاربعاء. تمام. هو الفيديو ده احتمال ينزل لكم يوم الاربعاء، يا ينزل يوم الاربعاء يا ينزل يوم الخميس. تمام بالشكل ده. وهتفضل تعمل فيه ده برضو مش عجن، اللي هو يعني ايه، خفيف كده، مش ضغطة ايديها عليه جامد، لا اللي هو خفيف. تمام. وبعد ما تفضل تعمله كده هتجيب غربال بتاعها اللي هو واسع شوية، هتشوفوه دلوقتي كده بالشكل ده. بعد ما خلصت كانتش لسه خلصت يعني، هي كانت ايه عملت فيه كده شوية بالشكل ده. هنا بقى كده ده الغربال اللي كنت بقولك عليه. تمام. هنا بقى ماما هتعمل لها، بتنزل لها شويه بشويه كده يعني، علشان تقدر ان هي ايه تعمله بالراحه. ممكن لو ماما بتحط كميه كبيره وتمام يعني، اللي هي متمكنه من العمل. في ناس بقى ممكن تقولك طب احنا ليه نشتريه من بره. وفي ناس تقولك طيب ما احنا ممكن نعمله في البيت. بصراحه اللي هو انت تعملي الحاجه في البيت وتجربيها في البيت بتبقى حاجه ايه ممتعه كده، تغيير يعني. تمام. ولا يعني اعمال ايديكي. هنا بقى كده بعد ما نزلناه من الغربال بقى ناعم طبعا. تمام. يلا نكمل الفيديو. هنا بقى دي كده كان قبل ما نعمل في اي حاجة، وهنا كده بعد ما عملناه بالغربال. اكيد واضح جدا الفرق بينهم هما الاتنين. هنا بقى دي حلة البخار اللي هنعمله فيها. تمام، هوريك شكلها دلوقتي. بس دي هنا المية هنا كده من فوق، قصدي المية هنا تحت ودي اللي فوق. تمام. ممكن بقى نجيب فوطة بيضة او قماشة بيضة او اسمه ايه، او شاش. تمام. بس احنا بدنا ان نحط قماشة بيضة نظيفة. تمام. وبننزل كده شوية صغيرين، مش بننزل بيه كله مرة واحدة، مش بننزل بالكمية كلها مرة واحدة زي ما قلت لكم. مش هنحط كله مرة واحدة. تمام، يعني احنا اللي كان معانا حطيناه على 3 مرات. تمام. هنا بقى كده هننزلهم على صينية بالشكل ده. وبعدين هنجيب كوباية لبن وعليها معلقة قشطة.
تمام. قشطه بلدي عادي. هنا البخار طلع على الكاميرا فقلت مش مشكله، يلا عادي هنكمل الفيديو. تمام بالشكل ده، وهنعمل عليها بقى مع التقليب علشان كله يتشرب منها. تمام بالشكل ده. وبعدين لو حابين تاني انكم بعد ما تشربوا اللبن تعملوه تاني بالغربال مفيش اي مشكلة خالص. ممكن بقى تعمليه بايديكي او بالغربال على حسب ما انت حابة بقى. هتستحملي درجة الحرارة ممكن تقلبيه بايديكي، مش هتستحملي ممكن تعمليه بالغربال وبرضه هيكون سخن في تلك الحالتين يعني. ماشي. وهتفضلي تقلبي فيه كده علشان كله كله يدوب. وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده ما تنسوش ذكر الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتحطوا لايك للفيديو وتسيبوا لي كومنت كده تقولي لي ايه رايكم في الفيديو. تمام. ولو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو عجبتكم، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا استشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. تمام بالشكل ده. هنا بقى فضلنا نقلب فيه علشان يشرب، يعني يبقى كله اتشرب من اللبن. تمام. وبعدين بقى هنرجعه تاني في في البتاع مكانه في الحلة تاني كده. بقى هنروح نرجعه هنا بقى بعد ما كنا رجعناه تاني الحلة واستوى. تمام. بس كان فاضل بقى ان احنا نحط له السمنة وكده يعني. تمام. هنرجع فيه بخار عادي. هنا بقى كنا حاطين عليه سمنة وبنقلبها عشان يسيح فيه. تمام. في ناس ممكن تحط عليه سكر وزبيب وسوداني وتاكله على اساس انه حاجة حلوة. بصراحة ما جربناش احنا الفكرة دي. تمام. هنا كده دي سمنة بلدي. هنفضل نقلبها كده لحد ما تسيح من درجة الحرارة بتاعته. وهو اكيد سخن، معنى كلمة سخن يعني من على النار حاطين عليه السمنة على طول. وايه بقى يعني كتروا السمنة شوية كده عشان يبقى طعمه حلو. اللي جربه ويقول لي هو طعمه حلو ولا لا، ومين بيحبه، واكيد طعمه حلو. قولوا لي في التعليقات مين بيحبه ومين لا. وهنا بقى كده كنا عملنا جنبها فراخ. تمام. ولحد هنا بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم بالفيديو. كان فيديو خفيف لطيف كده على قلبكم. وانتظروني فيديو جديد، وان شاء الله فيديوهاتي كلها تعجبكم. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.